السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد القلق اللي حصل ما بين روسيا وأوكرانيا على مدار 2022، العالم كله أصبح في حالة تأهب، ومع كل تطور بيحصل في مجرى الحرب بينهم بتبدأ مناقشات حوالين الأضرار اللي ممكن تحصل لو روسيا فعلا اتجننت وأطلقت سلاح نووي. لكن الغريب أكتر إنك لو تابعت المناقشات ما بين المختصين هتعرف إن قلقهم الأكبر هو القلق من توابع الانفجارات النووية، مش من الانفجارات نفسها. ويمكن يكون أكبر هاجس مرعب عند العلماء هو الرعب من الشتاء النووي. فيا ترى إيه هو الشتاء النووي ده؟ وليه العلماء خايفين منه أكتر من التفجيرات النووية نفسها؟ وهل ممكن يقضي على البشرية ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. مفيش أي خلاف عن قوة وبشاعة الأسلحة النووية، فمجرد ما أي مجنون ينوي إنه يستخدم القنبلة هتؤدي لانفجار مهول هيطيح بالمباني والبنية التحتية، وقبل منهم طبعا البشر والحيوانات والنباتات. لكن برغم من بشاعة الانفجار إلا إن تأثيره مش أخطر من الإشعاعات اللي هيسيبها وراه. فعلى سبيل المثال قنبلة هيروشيما الشهيرة أدت لوفاة حوالي 800 إنسان مع اللحظات الأولى، لكن بعد مرور 5 سنين من الانفجار ده وصلت أعداد الوفيات ل 340 ألف إنسان. الإشعاعات المميتة اللي بتخلفها القنبلة هي المرحلة التانية من شر السلاح النووي، وزي ما هو واضح من أرقام الوفيات المرحلة دي بتبقى أقوى من المرحلة الأولى بكتير. لكن يمكن اللي محدش بياخد باله منه لأن عمره ما حصل الحمد لله لحد دلوقتي هي المرحلة التالتة من شر أسلحة الدمار الشامل، وهي مرحلة الشتاء النووي. الشتاء النووي ده أولا مش بيتطلب إن السلاح النووي يتضرب في مدينة معينة عشان يقتل عشرات الآلاف من سكانها، فمن الممكن جدا تكون الضربة النووية في أوروبا وتؤدي لموت البشر في باقي قارات العالم. أما ثانيا بقى وهي المشكلة الأكبر، فلو حصلت كارثة بالحجم ده الموت وقتها مش هيبقى بعشرات ولا بمئات الآلاف، الضحايا وقتها هتكون بمئات الملايين. بل لو حاولنا اننا ما نزوقش الكلام، مرحلة الشتاء النووي ممكن تؤدي لانقراض الحياة على وجه الارض. ممكن تفتكري ان احنا خلاص جاوبنا على سؤال الحلقة، لكن برضو لو خدت بالك هتلاقي ان الكلام كان عن طريق صيغة الاحتمال. الموضوع ده تحديدا حتى المختصين بينهم خلاف فيه. تعالوا الاول نفهم ايه هو الشتاء النووي في جملة واحدة كده سريعة. الشتاء النووي هو الدمار البيئي اللي هينتج عن التفجيرات النووية، وناخد بالنا من كلمة تفجيرات بالجمع. الشتاء النووي مش حالة ممكن تظهر من تفجير قنبلة ولا 2 ولا حتى 3. المرحلة دي عشان تحصل لا قدر الله محتاجة حرب نووية شاملة بين الدول، والدول تستعمل فيها عشرات القنابل. اللي هيحصل في السيناريو ده ان مع استخدام السلاح النووي بغزارة التفجيرات هتؤدي لتشبع الغلاف الجوي بالغبار والدخان ونواتج الاحتراق، والغلاف الجوي كله هيتملي بسحابة عملاقة من الغيوم، واللي بدورها هتمنع أو على الأقل هتضعف جدا من ضوء الشمس. ومن هنا بيجي اسم الشتاء النووي، لأن في الحالة دي مفيش شمس. والسؤال دلوقتي ايه هو عدد الانفجارات المطلوبة عشان نوصل لوضع كارثي زي ده؟ والحقيقة التساؤل ده هو اللي بيشغل بال العلماء من ساعة تفجير هيروشيما في السنين الأولى من بعد الحرب العالمية التانية، ومن قبل ما يتم تطوير أجهزة كمبيوتر قوية بتقدر تعمل محاكاة حاسوبية. كانت الآراء مختلفة في عدد التفجيرات المطلوبة عشان يحصل شتاء نووي أو في التأثيرات التدميرية اللي هتنتج عنه. العلماء كانوا بيحطوا افتراضات بناء على المعطيات اللي هم عارفينها، وكانوا بيعتمدوا على البراكين الضخمة اللي بيتغير في المناخ في المنطقة بتاعتها، زي مثلا الثوران البركاني اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1815. البركان ده كان ضخم جدا وتسبب في كمية كبيرة من نواتج الاحتراق أدت لعواصف ثلجية في شهر يوليو. وفي الوقت ده كانت منتشرة فرضيات كتير بتحاول انها تتخيل شكل التأثيرات اللي هتحصل من الشتاء النووي، لكن لما الكمبيوترات تطورت وبقينا نقدر نعتمد عليهم في المحاكاة بدأت الصورة تتحسن كتير. العلماء بقوا يغذوا الكمبيوتر بكل المعلومات اللي عندهم، والكمبيوتر يبدأ يعمل توقعات دقيقة للسيناريو اللي ممكن يحصل. فعلى سبيل المثال قام اثنين من علماء ناسا واللي هم إلين روبوك وبرايان تون بعمل محاكاة للكمبيوتر لمناقشة التأثيرات المناخية لحرب نووية صغيرة بين الهند وباكستان. في الوقت ده كانت المشاكل حوالين إقليم كشمير مشتعلة ما بين الاتنين، وكل دولة كانت بتهدد التانية بالسلاح النووي. فاللي عملوا العالمين دول
ان هم تصوروا لو حصلت حرب نووية فعلا بينهم وهيتم فيها تفجير 100 قنبلة نووية، والحقيقة نتائج الدراسة كانت مرعبة. السيناريو اللي الكمبيوتر حطه كان كالتالي: اولا هيتصاعد كربون اسود واكاسيد نيتروجين للستراتوسفير، وهيبدأوا يمتصوا ضوء الشمس ويسخن الطبقة كلها. وطبعا بمجرد ما يتم امتصاص طاقة الشمس بشكل كبير، المناخ على سطح الأرض هيبدأ يتغير. فسواء كانت المنطقة وقتها صيف أو شتاء، كل حتة على وجه الأرض هتبقى شتاء بارد مليان بالغيوم، والتربة الأرضية كلها هتتحول لتربة سقعية. لكن أكبر مشكلة عندنا هي مشكلة الأشعة اللي هتبدأ تتسرب. اللي هيحصل إنه لما طبقة الاستراتوسفير تسخن وتتراكم فيها الغازات التقيلة، هتبدأ طبقة الأوزون تتآكل وتعدي منها الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة دي طبعا هيكون لها أثر مدمر على كل الكائنات الحية. فحتى لو كانت التربة مش صقعية وصالحة للزراعة عادي، المحاصيل هتتضر بسبب الإشعاع. وده طبعا بخلاف الحروق والسرطانات اللي هتصيب أغلب المخلوقات، بل إنه حتى الأحياء المائية هتتأثر من الأشعة دي، وأغلب الأسماك هتموت. السيناريو المخيف ده هيفضل في حالة تصاعد لفترة بتتراوح من سنة ل4 سنين، وبعد ال4 سنين دول بتبدأ التأثيرات إنها تتراجع بالتدريج، لكن هتفضل ضارة لفترة تتراوح من 10 ل25 سنة كاملين. فلما تيجي بقى تبص على السيناريو المرعب ده وتقارنه بالسؤال بتاعنا، هل البشر يقدروا ينجوا من شتاء نووي ولا لأ، هتلاقي ان البشر الاول محتاجين ان هم ينجوا من الانفجارات النووية اللي هتتصرف في الشتاء النووي، وبعد كده هيبقى مطلوب منهم ان هم يتحملوا آثار الإشعاع وآثار الشتاء النووي. على الرغم من السيناريو المرعب ده، ان البشر من وجهة نظر المحاكاة دي مش هينقرضوا ولا حاجة، واسباب النجاة هتتنوع ما بين حاجات كتير اتحطت في الاعتبارات، اهمها المخابئ وقدرة البشر على التخزين. مجموعة من البشر هتقدر انها تستخبى ويبقى عندها مخزون يسمح لها انها تعيش السنين دي، ويرجعوا تاني يعمروا الارض عادي جدا. لكن ثانية واحدة كده، المحاكاة اللي اتكلمنا عنها اتبنت على توقع نتائج مترتبة على 100 قنبلة نووية فقط. في الوقت الحالي عدد القنابل النووية المعلن عنها بيوصل ل 12705 رأس نووي، ودي المعلن عنها. يمكن إجابة السؤال دلوقتي بقت أوضح بشكل كبير. الشتاء النووي ده بالرغم من خطورته الكبيرة والتسليم بالأعداد المخيفة للضحايا اللي هيكونوا وقتها، إلا إنه في النهاية كارثة طبيعية زي البراكين والزلازل العملاقة. فزي ما في زلازل وبراكين ضعيفة، في غيرها قوية. نفس الحكاية مع الشتاء النووي. وعلشان نعرف أكتر البشر يقدروا ينجوا من شتاء نووي ولا لأ، لازم نكون عارفين الأول أنهي شتاء نووي بالظبط، شتاء ضعيف ولا متوسط ولا قوي. وبعض العلماء بيقولوا إن الشتاء النووي اللي ممكن يؤدي فعلا للانقراض هو الشتاء النووي اللي هيتولد عن تفجيرات تقدر إنها تبعت 150 مليون طن من نواتج الاحتراق للغلاف الجوي. وعلشان نوضح الرقم أكتر، هو الشتاء اللي هيتولد عن حرب نووية واسعة يتفجر فيها ما لا يقل عن 4000 رأس نووية. لكن البعض الآخر بيعتبر إن النتائج النظرية دي ما ينفعش الاعتماد عليها، لأنها مش بتقيس الوعي. النتائج النظرية دي ما تعرفش كام واحد من اللي هينجو من الانفجارات والإشعاع هيكون عنده الوعي اللازم عشان يتصرف بشكل سليم في الواقع الجديد. وده لأن في حالة الشتاء النووي كل حاجة هتكون متغيرة. الجروح الصغيرة والأمراض البسيطة اللي زي الالتهابات والإسهال والحاجات دي في وقت الشتاء النووي هتكون أعراض قاتلة. ده غير ان المفروض يبقى في وعي نووي أساسا، زي مثلا ان الناس تبقى عارفة ايه هي النباتات البرية اللي تقدر تنمو من غير ضوء. العلماء مثلا بيقولوا ان في 33 نوع من النباتات ممكن يتم الاستفادة بيهم وزراعته في حالة الشتاء النووي. ده غير مئات التوصيات للتعامل مع كل حاجة في حالة الشتاء النووي، واللي ليها كتب مخصوصة علشان الناس تعرف ازاي انها تتصرف لو بالفعل حصل شتاء نووي. نسأل الله لنا ولكم العافية. وبس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ وكل اللي وصل انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا، وطبعا سبسكرايب. شكرا لي.